يا مساء الهنا والسعادة وكل حاجة حلوة، أهلا بيكم في فيديو جديد. بصوا بقى الفيديو النهاردة كله حماس وطاقة وحاجات حلوة كتير، فعشان كده اخبطي لايك حلو جدا. هو فيديو روتين مش طويل اهوت، عشان أنا أسماء برضو في حاجات كتير قوي هوريها لكم مع بعضها، وفي نفس الوقت كمان قلت أمسي عليكم كده ويبقى عملنا فيديو الصبح وفيديو بالليل، فأنا قلت إيه أقصره عشان يقدر ينزل إن شاء الله، يعني قبل ما أنام أكون نزلته. بصوا بقى ده أوردر اهوت طالع المتابعة عندي، ربنا يا رب يخليكم ويكرمكم على كل الكومنتات الحلوه على الحلل والفيوزات الجميله اللي بتبعتوها لي. اللهم لك الحمد يا رب، والله دي بركه من ربنا يعني، ودعوه حد صالح ليا، يعني ان انا الحمد لله لما اعمل حاجه بتعجب حد وبقدر انفع بيها نفسي وانفع بيها الناس. فاي حد يا جماعه محتاج حلل زي دي ممكن ان هو يتواصل معايا على الواتساب، هتلاقي رقمي في اول كومنت. اسعارها حلوه جدا، المقاس ال 32 اللي هو الكبير الكبير، بصوا بياخد فرختين ويمكن 3 كمان لو وسط، لو فراخ وسط ياخد لك، بصي ده قرين البط مرتاح، ياخد لك الديك الرومي. عامله يا جماعه 600 جنيه، انا باخد بس 100 جنيه على اي اوردر، على اي اوردر 100 جنيه زياده، حتى لو انت طالبه مني 6 حلل 7 حلل هي برضو ال 100 جنيه اللي هاخدها على الاوردر. تمام، فان شاء الله باذن الله اي حد يعجبه يتواصل بس معايا. فده اوردر كان بتاع واحده حبيبتي النهارده اسمها ايمان، فيوصل لها بالسلامه ان شاء الله. فقلت بقى ان انا اغلفه كده، الحمد لله يعني حضرته لها وقلت اغلفه، وبتاع الدليفري هيجي ياخده. تعالوا بقى نروح للاوضه المشقلب حالها المدربكه اللي بصوا بقيت عايزه اعرف ممكن ارتبها ازاي يعني. فالمهم لقيت ان اسلم حاجه للترتيب قعدنا ننقله. طبعا الصراحه انا جبت حد يساعدني النهارده، وهي هتبان معايا النهارده اصلا، يعني هي اللي طلبت. انا انتوا عارفين انا ما بحبش اجرح حد ولا اصور حد، بس هي اللي قالت لي، انا شغلت الكاميرا وقلت لها خلاص اوعي انتي وانا اكمل تصوير وكده، فقالت لي لا عادي ما فيش مشاكل انا تمام. فخلاص يا جماعه اي حد والله عايزها شغلها على ضمانتي والله الصراحه، ربنا يبارك لها وكفايه بس الامانه. فبس رتبت معايا بقى ونلت معايا، وانا الصراحه زي ما قلت لكم لما بيجي حد يساعدني مش بسيبه يعمل حاجه لوحده، لان انا مش بقتنع بالحاجه لو اتعملت لوحدها لازم انا مدي ايدي فيها. فانت بقى عايز تعملي معاها، عايز هي تعمل لوحدها براحتك خالص يعني. المهم اللهم صل على سيدنا محمد، في وسط بقى المعمعه دي كلها كنت مولعه على الغدا، فعملت بقى رز بريم. شوفوا يعني انا بعمل كل ده ورحت داسه بقى رز في الفرن كده على السريع، ورحت سلقه فرخه وطلعتها تتحمر، ورحت مسقطه كده ايه نص كيس ملوخيه كمان ايه يفك كده معايا اهوت ويتعمل. المهم ان انتوا عارفين يعني مش هاخدكم في الكلام كده، قولي خدينا. انتوا عارفين ان انا الحلل بتاعتي اللي هي التيفال والحلل الجرانيت انا بعتها بس، وانا بنحكش في الدولاب كده وببدا ان انا ارتبه. ان شاء الله تشوفوا الفيديوهات اللي انا مصوراها لترتيبات المطبخ وظروف المطبخ، هنبداها مع بعض باذن الله. يا بكره يا بعده. انا هحاول على قد ما اقدر اجتهد في الشغل يا جماعه، انا والله العظيم اقسم بجلاله الله انا ما قبضتش الشهر ده، فعايزه اركز شويه كده عشان ما ينفعش يعني، بس فضل ونعمه الحمد لله مستوره. المهم بقى عملت ايه هنا، فرحت زي ما انتم شايفين كده عملت ايه، رحت الحلتين دول طلعوا من ان انا ما بعتهمش يعني، انا وانا بنحكش كده برتب في الدولاب لقيت الحلتين دول، فقلت خلاص حابه اوديهم اهم يجيبوا لي 100 150 جنيه ينفعوا، انا كده كده زي ما بتقول استغنيت عنهم. فالمهم عملت فيها النهارده الملوخيه ودخلتها كده في برام، وكمان اوضه رؤيه اترتبت بس ترتيب كده على الماشي كده لغايه ان شاء الله ما نعمل لها برضو تجديدات عشان رمضان، ونشوف لها هدومها ونشوف لها حالها ومالها يعني برضو. بس انا قلت ايه اللي هو تبقى متروقه وحلوه. بس دخلت لكم بقى على هنا، طبعا كان كل الهدوم بتاعه ادم ومحمد اتطبقت زي ما انتم شايفين، وبعد ما الهدوم دي كلها اتطبقت بقى دخلت عشان نشوف ايه اللي احنا عايزينه واللي احنا مش عايزينه. انا طبقت اللي انا عايزاه واللي انا مش عايزاه، علشان بس لما استغنى عن اللي انا مش عايزاه نستغنى عنه وهو متطبق، ما يبقاش ايه متنحكش وكده، فاهمين قصدي. بس وبقيت اناولها بقى اي حاجه ايه تطلع في ايديا، ان انا يعني انقط كده الغسيل اشوف ايه اللي هيستنى ايه اللي هيمشي ايه اللي هيتن معانا. ولقيت ايه، لقيت طلع بلاوي طلع بلاوي والله العظيم، فكتير والله. هو يعني الهدوم بصوا تمام حاجه ما عادوش بيلبسوها، يعني في حاجات اصلا اللي هي زغره، مثلا زغره عم محمد حيطوي خلاها لصالح، هقول لك كل عيل بيجي برزقه يعني، انا مش هفضل مكركبه الدنيا عندي ومكركبه مش عارفه ايه وكده وكده. هدوم ملبوسه كتير يعني، ادم الحقيقه بقول لكم ادم لبسها وبعدين محمد، فمش هستنى بقى كمان صالح ده. وبالنسبه بقى للحياه السليمه الحلوه اللي هي ممكن تستنى برضو طلعتها، ربنا يكرم ويديني الصحه والعمر ويديني الرزق، وان شاء الله نجيب لصالح اللي هو عايزه لما يوصل للسن ده. لسه بدري يا جماعه، هفضل
مخزناهم 3 سنين ولا 4 سنين. لما 4 سنين ايه ده، محمد عنده دلوقتي يعني داخل يعني 10 ونص، يعني انا هفضل مستنيه 6 سنين كمان لما صالح يلبسهم؟ لا، اي طفل غير صالح يستفاد بالحياه الكويسه النظيفه الحلوه، وان شاء الله صالح جاي له رزقه، جاي له حاجته، جاي له لبسه، احلى حاجه وكل حاجه. يعني مش منطق ابدا، مش عايزه كركبه، مش عايزه اشيل تحت سراير، مش عايزه اشيل في دواليب. يعني كفايه عليا الدولاب اللي فات كان كارثه حرفيا، كان كارثه. ما كانش الظرف بتاعته بتقفل خالص، وكانت دايما بايظه، وحاولت معاه كتير وغيرت له جرارات عشان في حد دخل قال لي كنت بدل ما تبيعيه صلحيه. اقسم بالله صلحته 6 7 مرات يا جماعه. يعني مش منطق. خلاص انت صلحتي حاجه مره واثنين وثلاثه، خلاص فقدتي منها الامل بقى، مش هفضل طول عمري اصلح فيه. غير كده كمان ان انا ما كانش بيساعدني على الترتيب. يعني ده تحس ان هو طولي كده، انا واحده قصيره عايزه حاجات صغيره خدتوا بالكم؟ ده طولي كده وعارفه اتحكم في اماكن الحاجه. التاني كده كنت بحس ان انا يعني انتوا عارفين يعني اللي هو ايه، ما هو مش كبير بس اللي هو طويل عليا كده، مش مركزه، وبعدين مفشلق كده، مش مترتب، والظرف بتاعته واسعه قوي، فالهدوم بتروح فيها بقى وتيجي تتقلب كده على بعضها، تبقى عامله زي ما يكون ثبت غسيل متنحكش. لكن ده ملموم، يعني اللي هتشديه منه هيرجع مكانه بالظبط. هتشوفوه دلوقتي بعد ما رصيته، وان شاء الله تنبسطوا معايا. بس اهم حاجه انت كمان لو عندك ولاد زيي مش في سن بعض، مثلا عندك بنوته 11 سنه وعندك بنوته مثلا 5 سنين، ما تستنيش تشيلي الهدوم بتاعت ام 11 لام 5، الا بقى لو حاجه غاليه عليكي قوي، حاجه قيمه مثلا قوي قوي، جاكيت غالي كنتي جايباه مثلا وهتشيليه في الدولاب عندك على شماعه كده، مش هيجرى له حاجه. لكن غير كده يلا مع السلامه، بيجامات مع السلامه، اي حاجه مع السلامه، ربنا هيرزق. اقسم بالله والله العظيم ربنا بيعوض ده كله، بيبقى يعني ايه في ميزان حسناتك وفي صحتك وصحه ولادك، يعيشوا ويدوبوا ويعيشوا وكل العيال تلبس من بعض. على فكره كل العيال بيلبسوا من بعض، كل العيال. انا كان بيجي لي لبس لصالح ومحمد كمان ساعات، واحنا يعني انا واي حد من صحابي يعني هدوم ادهم، برضو هدوم ادهم بتاعت الابتدائي كلها ابن حنان واحنا ناخدها، كله كده ياخد من بعض وما فيهاش حاجه. المهم ان هم اتنقضوا الحمد لله يا رب، وعدوا على خير، وخلصت انا بقى ايه الدولاب ده. في حد قال لي هاتي دولاب رقيه، والله يا جماعه لو وقعت نفس الوقعه على دولاب بالسعر ده، بصوا انا ما قلتلكوش اسعار يعني، بس انا عايزه اقول لكم ان هو سعره كان حلو قوي، ما حطيتش فلوس كتير فوق الدولاب التاني، يعني اللي هو ايه كان سعره معقول، فعشان كده جبته. انا برضو لو لقيت حاجه سعرها معقول كده برضو ان شاء الله باذن الله اجيبها. يعني انا مش بمزاجي، انا مثلا مش ملقيته وما جبتلهاش. هما دلوقتي اللي كانوا محتاجين اكتر، وانا دايما عندي اسد الخانه المحتاجه عندي الاول. يعني انت خليكي كده في حياتك في اي حاجه، سدي الخانه المحتاجه الاول. يعني مثلا لو انا عايز اشتري مثلا لبس ولكن هدفع الايجار، لا هدفع الايجار واجل اللبس. الحاجه اللي اقدر اجلها واعمل الضروري. يعني الدنيا علمتني كده، لان الحاجه الضروريه لو ما تعملتش ساعتها ممكن حياتك تتعطل. يعني مثلا لو ما شحنتش النور هيقف، لو ما دفعتش الايجار مش اكيد يعني مش هتعرفي تكملي. لو مثلا ما جبتيش كراسات للولاد هيذاكروا ازاي، ما جبتيش كتب طب هيروحوا الدرس ازاي. لكن اي حاجة تانية ممكن تتأجل بقى، دولاب، ملايات، دفايات. يعني دلوقتي فرشة على كل سرير فرشة شكل، بس ما عنديش اللي هو حاجة طبعا انا كنت فرشة الدفاية دي على الارض علشان انا كنت عارفة ان انا هعمل المعمعة دي، بس بعد ما خلصت شلت الدفاية وكنست الارض كلها بالمكنسة. فاللهم صل على سيدنا محمد. يعني انا بنبقى عارفه يعني امتى. فانا دلوقتي الدفايات دي كل حاجه شكل، ان شاء الله باذن الله هجيب لهم باذن الله باذن واحد احد قبل رمضان باذن الله، اكون جايبه لهم غيار، وعلى العيد جايبه لهم غيار، بحيث ان هم يغيروا في الغيارين. يعني ال3 دفايات يبقوا شبه بعض، ال3 سراير زي بعض مع بعض، او هفصل لهم. يعني دي في دماغي ودي في دماغي، الفكره دي في دماغي والفكره دي ايه موجوده يعني. فان شاء الله باذن الله حتى ننفذها مع بعض. لكن انا دلوقتي فرشت من الفرشات اللي عندي عادي يعني. بص محمد ابني مش معتبر ان الشتاء جه اصلا، اقسم بالله والله العظيم انا بدوخ معاه، يلبس وبعدين يرجع يستحر يقلع، مش عارفه بيستحر ازاي يعني، بس هو في جسم كده مش بيستحمل اللبس الكتير. بصوا بقى الدرج اللي تحت ده انا رتبت فيه المايوهات والعوامات والهدوم الداخليه، شايفين اهو. هنقفله بقى كده، وتعالوا بقى نتفرج مع بعض على الدولاب شكله عامل ازاي. بصوا بقى الحلاوه،
نفتحه بقى مع بعض ونشوف اترص ازاي، باذن الله هيعجبكم. بس كده، وكده كل واحد على فكرة حاجته منقوضة، وكل واحد ليه ضرفة، وكل واحد حاجته. وكمان بصوا عندي مكان فاضي، شوفوا بقى، يعني كان في حد يقول لي كبري الدولاب شوية، لا هو كفاهم الحمد لله، كفاهم الحمد لله، الحمد لله كفاهم كمان وزيادة. بصوا اهو شايفين اهو. وفي كمان مكان للشماعات اهو، لو احط جواكت ولا حاجة، انا معلقة الجواكت بتاعتهم عندي في الدولاب بتاعي، بس هجيبها لهم هنا ان شاء الله يعني باذن الله. فقولي لي ايه رايكم كده في الترتيب، ورايكم في الدولاب اللي انا جايباه كده مبدلاه بالدولاب بتاعي. صدقوني والله كان سعره يعني حلو وكده احلى يعني، وكده ملموم، والحمد لله الاوضه بتاعتهم بقت مترتبه، وحاسه انها وسعت. عبال بقى ما وصلت للمرحله دي بعد الغدا كنت خلاص. مع الف سلامه، واستنوني بكره الصبح في فيديو جديد.